كلنا عارفين ان رمضان افضل وقت للتنشيف، بس انا مش جاي اقول لك الكلام ده. انا جاي ومعايا خطه كامله عشان تحقق احسن تنشيف في رمضان كله. يلا بينا. في ناس فاكره كل ما تقلل الاكل كده هتنشف احسن، ودي طبعا طريقه غلط، لان الجسم ساعتها بياخد من العضلات مش بياخد من الدهون. والعكس برضه، في ناس فاكره ان لازم تاكل كميات كبيره عشان تعوض الفتره اللي هي بتصوم فيها، او تقول لك مثلا اصل انا هحرقها في التمرين، وده برضه غلط. انا دلوقتي هعرض عليه خطه تنشيف كامله عشان نشوف ايه الصح ونعمله. يلا بينا. اول حاجه هنقسم الخطه بتاعتنا لثلاث اقسام. اول حاجه الاكل، ثاني حاجه التمرين، ثالث حاجه خطوات اضافيه. اولا الاكل، بكل بساطه مش لازم يكون الاكل قليل، انت كل اللي محتاجه اكل صحي فقط ويكون غني بالبروتين. وبرده مش هنلغي الكرب، وهنركز على الكرب البطيء اللي هو زي الرز البني، زي الشوفان، وزي البطاطس. يبقى لو قسمنا الوجبات بتاعتنا على الفطار والسحور، يبقى انت عندك اول حاجه الفطار هتحط فيه بروتين وكرب بطيء اللي هو زي الرز والبطاطس والكلام ده، دهون صحيه. ولازم تبعد عن الزيوت اللي هي بتاعت القلي والكلام ده. طيب رقم اتنين واللي هو السحور، لازم تحط في الوجبه دي بروتين وفي نفس الوقت يكون خفيف، وشويه دهون صحيه برضه، مكسرات برضه او اي حاجه. وخلي بالك لازم تبعد عن السكريات والمقليات. عايزك دلوقتي تروح للحاجه وتقول لها سيبك من المحشي، سيبك من المكرونه البشاميل، سيبك من كل الكلام اللي فيه زيوت وفيه الحاجات دي، لازم نبعد عنه. لازم نمشي على نظام معين عشان نحقق اكبر استفاده في التنشيف. كده خلصنا رقم واحد واللي هي الاكل. تعالى بقى نخش على رقم اتنين واللي هي التمرين. رقم اتنين واللي هو التمرين ده ما فيهوش حاجات كتير قوي، بس اهم حاجه تركز على تمارين المقاومه عشان تحافظ على العضلات. مش لازم تلعب كارديو كتير برضو في رمضان، هي ممكن مره مرتين في الاسبوع كله. ولو مش بتروح الجيم وما عندكش وقت، مرن في البيت، عندك تمارين بوزن جسمك هتبقى كويسه ليك برضه. كده يبقى خلصنا الاكل وخلصنا التمرين. خش بقى على ثالث حاجه واللي هي نصائح اضافيه. اول حاجه لازم تشرب ميه كتير بين الفطار والسحور. رقم اتنين ما تقطعش الملح تماما عن اكلك، لان الصوديوم هيفرق في الطاقه اللي في جسمك. رقم ثلاثة ودي اهم نقطه واللي هي النوم، لازم تنام بين 6 او 8 ساعات عشان جسمك يعرف يعمل الريكفري كويس، عشان برضه يعرف ينظم عمليه الاكل. عايزك تفتكر ان التنشيف في رمضان اسهل ما يمكن. وبس كده يا سيدي، ده كان عندي اقول لك النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. ولو عندك اي مشكله ابعت لي عندي على الدي ام، هرد عليك يا اما في رساله يا اما في فيديو. شوفوا الفيديو الجاي. سلام.